طيب إحنا حابين بس ندردش زي ما إحنا متعودين. لو أنت أول مرة تحضر لنا سيشن أو لو أنت بتنورنا كل مرة، السيشن هتكون عبارة عن دردشة. أنا مش هتكلم لوحدي. في برزنتيشن، في حاجات نشرحها، في تريكات، الكلام ده كله. بس أنا يهمني إن أنا أعرف إيه الحاجات الصعبة قدامك أو اللي أنت مش فاهمها شوية أو اللي عايز تعرفه. ده اللي هنجاوب عليه. فإحنا مثلا معانا فترة كده لحد ما نبدأ نجمع عدد كويس. الشات مفتوح، تقدر تسألني أي سؤال أنت عايزه. رأيك عامةً، أنت عندك حاجة مقلّق منها في الAI عامةً، سؤال مش عارف تحلّه، الحاجات دي. في كل وقت في الpresentation هناخد جزء break شوية ونرجع نكمّل تاني، break شوية ونرجع نكمّل تاني وهكذا. طيب، بما إن يعني واضح إن الأسئلة مندرجة تحت الsession دي، فإحنا ممكن بإذن ربنا نبدأ يعني. فيا مسهّل. طيب بُصّوا يا جماعة، إحنا عندنا أهم محورين بعيدًا عن الpresentation اللي هاشرح عليها. في نقطتين لازم تحطّهم في دماغك، لإن كل كلام هنتكلّمه هتلاقيه بيندرج تحت النقطتين دول. أولًا لازم تكون عارف النقطة اللي على جنب دي أول حاجة. لازم تكون عارف وفاهم وواعي ومُدرك كويس جدًا إنّك لو شُفت حاجة معمولة بالAI أو شُفت design حلو وفي جزء من الAI كويس، فالشطارة والحلاوة والcreative كلّها عمرها ما كانت في الmodel، عمرها ما كانت في الprompt ذات نفسه، عمرها ما كانت في أي حاجة. الشطارة كلّها فيك أنت كشخص اللي ادّيته حاجة زي دي. على سبيل المثال لو جيت تعمل أي أمثلة في حياتك عشان تشوفها مضبوطة والّا لأ، لعيب كورة، عربية، تليفون، أيًا كان الحاجة اللي بتشوفها قدامك في الحياة. مثلًا لو العربية، في عربيات كتيرة جدًا، في ناس بتعرف تسوق وناس لأ. فدي أبسط مثال أهو، يعني ما هو مش شرط إن يكون الشطارة أو الحلاوة في العربية، لأ، ما لو العربية أعلى ماركة والدنيا زي الفل، بس أنا ما باعرفش أسوق، فأنا مش هاطلّع منها نتيجة وalready هاعمل بيها حادثة. ده اللي بيحصل. يعني بتشوف في ناس كتيرة بتستخدم الAI دلوقتي، وفي ناس بقت مشكلتها إن أنا عبارة عن AI. وبدأ يطلع عليها titles كتيرة جدًا: AI art director، AI specialist، AI artist. طالما بدايتها AI ما تكمّلش. أنا مش عايزك تكمّل، لإن أنت كده مش بالنسبة لي أنا كشخص باتفرّج عليك، أنت 70% مش موجود أساسًا. أنت موجود لك 30% الprompts والحاجات اللي بتعملها دي، خلاص شكرًا. فدي حاجة بسيطة جدًا من اللي لازم تكون بتفكّر فيه دايمًا. طيب، فلازم تكون عارف إن شطارة أي حاجة هي بترجع أولًا لتوفيق ربنا، وإنه بيدّيك نِعَم كويسة في حياتك والكلام ده كلّه. وتاني حاجة ليك أنت كشخص، أنت اللي بتدّي له الحاجات دي، بتدّي له الأفكار. تاني نقطة لازم تكون واخد بالك منها، إن أنت لو خايف إن الAI ياخد مكانك أو إن المدير ذات نفسه أو أي حد في الشركة يقدر يعمل الحاجات دي، فخلّيني أقول لك إن في فرق كبير جدًا، جدًا، جدًا ما بينك أنت وما بين المدير في كذا حاجة. أولهم المسؤوليات. مسؤولياتك مختلفة عن مسؤوليات المدير. المدير مسؤولياته إنه يتعامل مع الbusiness اللي برّه، مع الشركا بتوعه، مع مشاكل الشركة، مع مثلًا لو في حد مثلًا مشاكل مع الموظف، مع الHR، مع الحاجات دي كلّها. فهو كوقت عمره ما هيكون فاضي ولا هيفضى لحاجات زي دي. طيب، تاني حاجة، أنا كمدير أو أنا كشخص مثلًا لو دخلت على ChatGPT وعملت أيًا كان وعرفت أوصل لنتيجة معيّنة، عرفت أجيب صورة. عمر ما الAI أو عمر ما أي حاجة بتعمل صورة كاملة 100%، وده برضه اللي هنشوفه. أي design أنت بتشوفه عندي أو عند غيري، هو مش نتيجة prompt ولا نتيجة model ولا نتيجة أي حاجة، قد ما هي نتيجة تجارب وتعديلات وتضبيطات بتحاول تضبّطها. حتى في الصورة ذات نفسها، ممكن تكون صورة مثلًا صورة مش كاملة، هو عايزها تتوسّع شوية. لو أنا كمدير ما ليش أي علاقة بالgraphic وما أعرفش يعني إيه Photoshop ولا generative fill ولا الحاجات دي كلّها، هاوسّع الصورة إزاي؟ مش هاعرف. أنا آخري أعمل crop، آخري أعمل الحاجات اللي هو إيه، اللي هو أي حد شخصي عادي يعرف يعملها. فلازم تركّز في النقطتين دول كويس أوي. دلوقتي إحنا نقدر نخش نشوف الpresentation بتقول إيه عشان نفهم واحدة، واحدة. طيب، هو هنا إحنا بنتكلم في العموم إن إحنا دلوقتي عارفين إن الAI ذات نفسه موجود، سواء في الفيديوز، سواء في البرمجة، سواء في أي حاجة، أو حتى في مجالنا في الcreative industry بتاعنا اللي هو المجال الإبداعي. بقى متاح وبقى موجود بحاجات تخوّف. اللي مزاولني أنا ذات نفسي كشخص إن أنا مش عارف ليه الناس بدأت تقلق منه الفترة دي، مع إن الموضوع موجود من فترة كبيرة جدًا. أبسط حاجة لو أنت عندك في Photoshop الgenerative fill، الremove background، إنك تعرف تselect شخص والكلام ده كله. دي كلها خصائص من خصائص برضه الAI، هو مش بيشتغل من نفسه. فما ده برضه AI، اشمعنى خلّاك تقلق من الmodels اللي طالعة Cdream وChatGPT والكلام ده كله، ما تقلقش من دول. ففكرة القلق لوحدها حلوة، إن أنا أقلق على شغلي وأقلق على وظيفتي وأقلق على يعني الراس مال اللي أنا باجيب منه فلوس. بس هل أقلق وأحط إيدي على خدي وأفضل قاعد مستني، والّا أقلق وأشوف الحل اللي المفروض أعمله؟ الحلول كتيرة. أبسطهم إنك تفضل مكمّل. بس ما فيش حاجة تقدر تعملها تانية غير إنك تفضل مكمّل وعلى دراية. مش هاقول لك واسعة، مش عايزك تعمل دكتوراه في الموضوع، قد ما إنك تكون مُدرك وواعي وشايف الموضوع بيبقى ماشي إزاي. طيب،
لازم تكون عارف إن أنت زي ما قُلنا أنت أهم من الtool. العقل أهم من أي حاجة تانية. الmodel قادر يطبّق، قادر يدّيك مهارات كتيرة جدًا، بس أنت اللي قادر تختار منهم الأنقى والأفضل اللي تعرف تعمله. الفكرة دايمًا عندك الفكرة والتصميم والمهارة. الفكرة دايمًا بتيجي منّك أنت كcreative كإبداع ككل حاجة، أنت اللي بتخش بتفرد له الأول أنا عايز أعمل إيه، أنا فكرتي ك1، 2، 3، 4 عشان أوصل للحاجة الفلانية. تاني حاجة التصميم، أنت بتعرف تاخد الصورة في retouch في upscale في بتحط بقى الdata بتاعتك، بتنسق الحاجات دي كلّها، بتحط الhierarchy بتاعك مش عارف إيه، الفونتات عاملة إزاي، ألوانها، المسافات ما بينهم، دي كلّها بتاعتك أنت. يعني من أبسط الحاجات اللي إحنا بنبقى بتشوفها أنت ذات نفسك من عينك، بتعرّفك إن الdesign ده 100% إنه AI. حاجات بتاعة ChatGPT اللي هو الإعلانات الMolto ومش الMolto والعصاير والكلام ده، بتلاقي الfont بتلاقي الحاجات مش طبيعية. يعني في فرق ما بين مثلًا أكون مثلًا شخص junior أنا لسه بابدأ، فأنا ممكن تكون معرفتي بالجرافيك بسيطة، في فرق من إن أنا أعمل ده 100% AI، فهو مش بيكون مريح ولا طبيعي للعين أساسًا. وتالت حاجة المهارة، مهارتك مش بتيجي من يوم وليلة، سنة ورا سنة ويوم ورا يوم أنت بتتعلم، بتفهم، بتعرف الحاجات دي ماشية إزاي، فبيبقى عندك مهارة أكبر وأكبر. طيب سؤال ممكن ندردش برضه فيه، دي حاجات يعني عايز برضه أعرف أسئلتكم فيها. هو بيقول لك إن أنت لو صحيت بكرة ما لقيتش الAI دي كلها، جيت مثلًا تفتح Freepik تفتح GeneSpark LM Arena Flow أي حاجة من الحاجات دي وما لقيتش الموقع موجود، الموقع واقع، هيبقى إيه الحل؟ هل هتعرف فعلًا تشتغل؟ هل هيكون عندك فكرة إنك أنا هافضل مكمّل في الجرافيك عامةً أو خلاص هاشوف مجال غيره إن أنا مش هيبقى ليّا أكل عيش هنا، والّا خلاص كده أنا ما فيش منّي تاني؟ فدي كويس إن أنت لازم تفكّر فيها، لازم تكون عارف ومُدرك حتى لو أنا كشخص يعني باستخدم الAI 100% وكذا مرّة بيتطلب منّي prompts إن أنا أقول مثلًا الprompt ده بيتعمل إزاي، أنا مش باقول لك إن أنا بارفض قد ما أنا مش باحب حاجة زي دي. ليه؟ لأن بمنتهى البساطة أنا لو عملت كده هاكون باضرّك مش باساعدك. الprompt مُعتمد على الصورة الreference اللي تدّيها له، مُعتمد على الmodel، مُعتمد على الwebsite اللي بتستخدمه. لو بتستخدم Freepik ممكن يكون مختلف شوية عن GeneSpark، عن Hexfield، عن LM Arena، عن الحاجات دي كلّها. فأنا اديتك الmodel اللي أنا باستخدمه في الحاجات في سكة معيّنة مثلًا اللي هي مثلًا الX دي، أنت لو جربتها في Y هتلاقيها مختلفة جدًا، تمام؟ فدي حاجة يعني أنا لو جيت اديتك من الprompt مثلًا لأي حد من صحابي وجه يجربه ما لقاهوش مضبوط، هاقول لك بُص مش بيدّينا حاجات مضبوطة. عشان كده الفرق الprompt موجود في أي حتة، Pinterest بقى، ChatGPT الكلام ده كله. طيب لازم تسأل نفسك كل مرّة، هل أنا مصمم بجد والّا مُتّكل على AI والّا في حد بيزُقّني، في حد بيحط النسبة اللي معايا برضه. فأنا برضه أقعد أفكّر هل أنا فعلًا فاهم والّا أنا بس باستخدم، أنا بس باجرّب وشايف الدنيا بتمشي إزاي، فكلّها بتعمل صورها بالAI ومش عارف إيه، فأنا باجرّب. حلو إنّك تعمل الحاجات دي ماشي كمان باجرّبها، بس لو من غيرها لازم برضه تكون شغّال. فهل أنت فعلًا تقدر تطلّع فكرة من الصفر؟ لو بعيدًا عن ده كلّه، شوية مثلًا استوكات من Freepik أو من صور أو في موقع برضه بنجيب منّه صور مش فاكر اسمه بالضبط الصراحة دلوقتي، بس كان في مرّة برضه بفلوس برضه زي GT Images وكده، كان برضه بفلوس. وهل أنت فعلًا فاهم أنا ليه باختار دي، أنا ليه الفرق دي؟ لإن برضه زي ما قُلت لك الشطارة إنّك تعرف تختار من وسط 4 أو 5 صور الموديل يطلّعهم لك هي أكتر صورة مناسبة، أكتر صورة أنا هاعرف أضبّطها وأعرف أطلّع منها كام تركاية فتبقى مضبوطة معايا. طيب الحقيقة اللي ما حدش هيقولها لك أو اللي حتى أنت ممكن بتحاول تكدّب نَفْسك فيها أو اللي هو خلاص أنا هافضل مكمّل على الAI وخلاص، إن الAI هيساعدك مش هيبدّلك. دي حاجة من الred flags اللي أنا لمّا باتناقش مع حد مثلًا من الcontent مثلًا بانزّله على الفيس أو بالاقي كومنتات وكده، بالاقي حد بيتكلّم إن الAI هياخد مكاني، شكرًا، بس أنا كده إيه، مش محتاج أكمّل، يعني أنا كده فهمت النقاش رايح لفين. إن الAI هو مجرّد حاجة بتحُط لك ال20% الأخر، هي بتدّيك الfinish. الأساسي لو مش موجود، أنا هاعمل finish على إيه؟ ما أنا مش هاعرف أكمّل حاجة. دلوقتي أنا عامل design مثلًا 1920 في 1080 تمام؟ الAI هو الexport بتاع الصورة دي، إن أنا أعملها export أطلّعها صورة قدّام الناس. لو أنا ما عملتش design قدّامي هاexport إيه؟ هاطلّع صورة فاضية؟ مش هتنفع. فلازم تكون عارف إن هو مش بيبدّلك، هو هيساعدك. القيمة كلّها في دماغك وفي إيدك أنت، أنت اللي بتlead الحاجة دي، أنا قادر أتحكّم فيه، طلّع كذا، جرّب كذا، الحاجات دي كلّها. إن الtool دي بتسرّعك. إحنا دلوقتي بقينا حرفيًا في عصر السرعة. أيًا كان الclient اللي بتشتغل معاه مصري، سعودي، أمريكاني، أيًا كان جنسيته، أيًا كان المجال بتاعه، على طول مستعجل. عايزين دي فاهم emergency، عايزين الحاجة دي دلوقتي عشان نقعد نعدّل فيها أسبوع قدّام.
بعيدا عن التعديلات، بس كل الشركات فعلا بقت مستعجله في اي ان كان الحاجه. حتى لو الاعلان بدري تحس ان هو خلاص هي بقت مود حياه بالنسبه لي، انا عايز استعجل وخلاص. لازم تكون عارف ان حاجه زي دي هتساعدك في انك تكون عارف تنجز شغل اسرع. طيب بخصوص ال ان هو بيساعدك، او ان هو بيديك الحاجات دي بتساعدك، بس انا حابب اوريكم حاجه بسيطه بس. لو انت بتتابع شغل كوره مثلا بنزله، ده كان اول ديزاين انا نزلته، ده كان سبب دخولي صفحه هيتزلو بتاعت الاهلي، ده الفانز بتوع الاهلي وكده. الديزاين ده قدامك مش شايف ان شكله حلو؟ الكونسيبت واضح ان هو في نسر جوه اوضه عمليات مش عارف ايه، وان دي العمليه القادمه ومش من بره القادمه وبلا بلا بلا والكلام الحلو ده كله. ده اللي انت شفته، ده اللي بيتصدر قدام الناس، ده اللي بيتشاف. لكن اللي بيتشافش هو العمليه اللي وراه. تمام. انا باجي اجرب في الاول، انا في دماغي فكره، انا جربت واحد اتنين تلاته، مثلا جربت دي اول واحده. تمام. مش دي اللي في دماغي، انا مش عايز كده. حاسس ان المين اوبجكت بتاع اللي هو النسر بعيد قوي، انت لو جيت تقرب على كل عشان نحددها بعيده قوي، انا مش شايفها، مش عجباني. جرب مره كمان. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، لما تاخد برومت من شات جي بي تي وتجربه في حاجه وتيجي ان النتيجه مش عاجباك، حاول لما ترجع تدي له النتيجه مش عاجباك او عايز تعدل في حاجه، وري له الصوره اللي طلعت من الموديل ذات نفسه. خدها سكرين شوت تاني، قول له بص طلع كذا، انا عايز اعدل 1 2 3 4، عشان هو يبقى قادر يحلل الكلام ده معاك كتابه. انت كتبت له تعديل وهو شايف ايه اللي طلع، فيقدر يحلل برده الصوره. فدي حاجه. صوره تانيه، صوره ثالثه، صوره رابعه. على فكره ده جزء يعني، ده انا قدرت يعني من اللي لقيته موجود عندي في الجهاز عرفت اعمله. كل ده يعني كان في نسخه اكتر من كده بكتير. عشان كده لما جيت اخترت ان انا اشترك في باقه في فريبك، اشتركت في باقه انليميتد، بحيث ان انا اقدر اجرب كذا مره من غير ما يحصل حاجه، او من غير ما الكريدت تخلص والكلام ده كله. هنا برضو يعني تحس انه ايه، بدا يتحرك، النسر بدا يقرب على الصوره. هنا خلاص بقى وصلنا دي تمام، دي واحده منهم اب سكيلد، معمول لها اب سكيلد، الثانيه لا. برضو انا دي نفس الفكره ان هو بدا يقرب، بس انا مش عايز كده برضو، انا عايز فاريشنز ثانيه، عايز اجرب نسخ كتيره. في حاجه وصلت للنسخه دي. تمام. فدي نسخ بتديك مساعده وتديك افكار ان هو ده طلع كذا فكره، فانا عايز اوصل لفكره معينه. فانت لازم تكون عارف ان الموضوع مش سهل، الموضوع مش بسيط، وده بجد زي ده تلوين وكاميرا وفلتر واضاءه والتكست والتنسيق والكلام ده كله. ده تعبك انت بقى، انك تعرف تختار افضل نسخه من ال 17 نسخه اللي يطلعوا دول. طيب، بما ان فعلا دي حاجه بسيطه تاني برضو. من فتره كنت عامل سيشن مع صديق ليا اسمه علي بمبوزيا، كنا بنتكلم ازاي تعمل فوتو سيشنز بالاي اي. مش عارف انتوا فاكرينها ولا لا، بس انا ممكن يعني اوريكم صوره منها عشان ما نبقاش بنتكلم كلامه بس. انا عايز اوريكم صوره ذات نفسها عامله ازاي. طبعا الجهاز لازم معلق. طب السيشن ده، الصور دي كلها 100% اي اي. كانه فوتو سيشن للعيب عامه، ان هو بيتقدم في نادي والكلام ده كله. فلو تلاحظ ان هنا على التيشيرت في اللوجو، تحسه متطرز، اللوجو معمول ذهبي ونفس الالوان والكلام ده كله. طيب ما هو دي انا عشان انا اعملها بايدي، عشان انا اعملها كشخص جايب بقى اسمه ده موك اب من فريبك والكلام ده كله، لا ده موضوع صعب. بس اللي ما تعرفوش ان بمنتهى البساطه انا كان عندي الصوره دي اللي انا عاملها، مره جبت الشيب بتاع النادي الاهلي وحطيت تكستين كده مع بعض بشكل متداخل وبتاع وخلاص. خدت الصوره دي زي ما هي، عملت لها سلكت على جيميناي برو اللي كان جيميناي 3 تقريبا او 2 كان موجود جوه الفوتوشوب، كتبت له بالحرف خلي اللوجو ده كانه تطريز على التيشيرت. ولا في برومت ولا في شات جي بي تي ولا في بقى كلام ولا هاي كواليتي، تجربه. وطلعت مظبوطه ان النانو بانال الموجود جوه الفوتوشوب تقيل جدا وبجد كويس، بيساعد في حاجات كتيره جدا. هكمل، بس المستوى مش هيبقى زي اللي كان بالاي اي. مظبوط. بس مش يعني، برضه لازم تفكر فيها ان انت لو الاي اي اتشال مش هتشال منك لوحدك. مثلا لو اختفى هيختفى من كله، فكله يعتمد على نفسه. ساعتها بقى هيرجع كل واحد بقى ايه، كل واحد واللي جواه، او كل واحد والشطاره بتاعته عامه. في اماكن كتير سواء شركات او اشخاص تستغنى عن اشخاص مقابل الاي اي، فطبيعي يبقى في حاجات كتير استبدل الاشخاص فيها. بص يا زياد، هو ممكن كلامك اغلبه صح، بس الاصح ان انا كشركه لما يكون عندي كلاينت او يكون عندي ديزاينر مثلا بيشتغل بايده بس. اصل في بدايه الموضوع لما الاي ده ظهر، ناس كتير قعدت تكون مش بتهاجمه، بس مش معجبه بالموضوع، اللي هو لا وازاي وده يقتل الروح والكلام ده كله. بس مع الاسف انت لازم تعمل ده، بس انت لازم تكون مواكب التطور اللي بيحصل، عارف بيشتغل ازاي. فالشركات حاليا بتدور على المصمم زي ما بيقولوا الهايبرد ديزاين، اللي هو المصمم الهجين اللي هو بيعرف يستخدم الاثنين، هو بنفسه شاطر
وتاني حاجة بيعرف يستخدم الAI حلو. ما أنت عندك ناس كتير جدًا بتعرف تستخدم الAI بس مش كلّها فيها اللمسات. يعني ممكن ناس بتستخدم الAI بس تعمل برضه session photo stable كده، اللي هو أنا باصص للكاميرا، لكن لمّا تعملها low angle وhigh angle والحاجات دي، تبقى الحاجات دي برضه أشطر. فإن يكون عندي أنا حد شغال معايا في الشركة بيعرف لعيب وشاطر في الاتنين، دي حاجة هتفيدني جامد جدًا. خلي بالكم أنا كشخص مش مُعتمد عليه 100% ومش معترض ومش معاه، يعني هو الموضوع بين البنين، أنت ما ينفعش يكون الدنيا كلّها آمم، ماشية بشكل معيّن وأنت في حتّة تانية، فاهم؟ مش فجأة هُم ما جابوش مصمم، هُم جابوا حد كان شغال من السوشيال ميديا وعلّموه الAI مش أكتر وبقى يطلّع. ممكن هي كشركة فاهمة ده أو هُم حابين ده، مش هاقول لك إن ده صح ومش هاقول لك إن ده غلط، على حسب كل شركة، ما في شركات مثلًا بتعتمد على السرعة، شركات ما بتحبش تعمل brand كويس، فاهم؟ فكل شركة ودماغها. فهو أكيد الشخص ده طالما ربنا شال رزقه من الحاجة دي، أكيد في رزقه في مكان تاني، شركة تانية ممكن تكون مثلًا محتاجاه هو ذات نفسه يعني، فاهم؟ فهو الموضوع زي ما باقول لكم صدقني ما لوش قانون واحد، الAI ده ما لوش حاجة ثابتة. يعني من الحاجات اللي أنا برضه بقيت أعرفها على الوقت مؤخرًا، إن لو أنا عامل design أغلبه prompt أو يعني معمول بAI وكده، ما ينفعش أقدّم على copyright إن أنا البتاعة دي copyright، ما هو copyright من إيه؟ ما دي AI أي حد يعرف ياخد prompt ويعملها. في فرق بين الdesign اللي بتعمله بإيدك، يكون معمول بالإيد وكده تعرف تعمل فيه copyright، في فرق لأ. ف الAI برضه بيدخّلك في سكة إن أنت ممكن شغلك يتسرق ما تعرفش تتكلم، غير إنك تعمل comment تقول الشخص ده مش صح أو يعني تنصحه بس، لكن إنك تجيب حقك بcopyright مش هيضبط. هل في تطبيق عامل الديزاينات الprofessional إزاي نعملها وفين هي؟ بُص أيمن صديقي في قناة اليوتيوب بإذن ربنا بعد الsession دي أو بعد كل session إحنا بنعملها، بيكون في الchannel اللي بنتكلم فيها في كل الحاجات اللي تقدر تساعدك، كل الأسئلة اللي تكون في دماغك بإذن ربنا هتلاقيها متجاوبة. قناة اليوتيوب ورشة أوضة اللبس برضه اللي عليها خصم إن شاء الله تقدر تفيدك، مواقع تقدر تعملها، وأهم حاجة هاقولها لكم الprompt اللي اتكلمنا عليه اللي هو هيكون هدية بعد الsession. آمم هو مش prompt أساسي قد ما هو prompt ثانوي قادر يرفع من جودة الصور بتاعتك. في صور عايزين تنبهروا صح؟ ثواني عشان الموضوع إيه، يعني أنا حتى أصحابي ما كانوش مصدقين اللي حصل ده. دي صورة أيام ما كنت باعمل الrecap بتاع أفريقيا، فكنت عايز أعمل صورة ليّا بposition معين وأنا لابس تيشيرت منتخب مصر وكده. مش محتاج أتكلم على الquality، يعني مش محتاج أقول الquality قد إيه صعبة وقد إيه يعني هي مش quality أساسًا، ما فيش صورة. فالprompt ده أنا مش عامله بنفسي، الprompt ده مش تعب شخصي، الprompt ده تجربات ورا بعض ومرّة ورا مرّة تشوف الprompt اللي بيطلع بصورة بتحلّله وتختار أنهي model والكلام ده كله عشان يطلّع لك صورة كويسة. طيب دي صورة اللي مش ألطف حاجة، نفس الprompt ونفس كل حاجة قدروا نعمل لك صورة زي دي. ما مش عارف، يعني أنا باحاول أفهم فكرته إن الصورة دي وسط 3، 4 صور تانيين اللي هم 4 صور في منهم 2 حلوين و2 لأ. يعني أنا باستخدم الmodel، أنت لمّا بتستخدم FreePic أو أي model تاني حاول تستخدم model Cedrine 4.5 وتعملها 4K وتحط الprompt اللي أنت عايزه أيًا كان هو، وتحط الprompt معاه في الآخر كده كام سطر اللي هادّيهم لك في آخر الsession إن شاء الله تجرّب بيهم. فأنا مش عارف يعني صورة زي دي أنت مش محتاج حاجة تانية غير إنك كام retouch بسيط خلاص شكرًا الصورة بقت جاهزة. ومش مجرد صورة، ده خلاص أنت بقيت قادر بقى تعمل في صور تانية، ما هو صورة واحدة قادر برضه تطلّع لك صور تانية. أنا مش عارف الquality إزاي طالعة كده أساسًا. فبإذن ربنا دي برضه من الحاجات اللي قادرة تساعدك، أنت لو حابب تعمل sessions كويسة، هاسيب لك الlink بتاع اليوتيوب إنك إزاي تعمل sessions أساسًا زي كده، والprompt اللي قادر يضبّطها لك يعني. نعرف الAI ادّاك إيه بالضبط أو إيه اللي بيعرف يفرّق اللي زوّده عندك. الAI طول عمره أو في الحاجات اللي ممكن يعملها لك هو بيزوّدك سرعة، مش هيدّيك مهارة. يعني الAI هيدّيك أسرع، إنك تشتغل بشكل أسرع وإنك تنتج بدل ما تعمل مثلًا design أو ديزاينين تعمل 10 مثلًا، بس مش هيدّيك مهارة، مش هيعلّمك الفرق بين الألوان وإزاي تختار ألوان إزاي تختار خطوط وإزاي تنسّق الشغل، مش هيدّيك الحاجات دي، هو هيدّيك سرعة بس. فبيقول لك الAI هيسرّع لك العمل، بس السرعة مش مهارة، ما أنا ممكن أعمل شغل بسرعة بس مش حلو. فأنت هنا دايمًا بيكون محطوط قدّام اختبار، أنت عايز تعمل شغل حلو والّا حلو وسريع؟ في حاجات أنت بتفرّق ما بينه والتاني، فدي حاجة لازم تكون فاكرها. هو بيدّيك برضه اختصارات مش خبرة، هو بيختصر لك الطريق. بدل ما أنت تعمل مثلًا يعني في الmanipulation وكده، دلوقتي بقى في feature اللي هي harmonize اللي جوّه الفوتوشوب سواء في البيت أو غيره أو حتى الrotate object دي، اختصر لك الوقت بطريقة جامدة جدًا، واختصر لك حاجات كتيرة تقعد بقى تعملها blender أو اللفات دي كلّها أو تدخّلها على models تقلّبها، خلاص جوّه الفوتوشوب معاك كل حاجة.
فهو بيخسرك، بس برضه ده مش خبرة. أنت لو عملت حاجة زي دي مثلًا، أنا واحد مثلًا باقدّم لك content وجيت مثلًا في مرّة عملت الharmonize دي وضبطت معايا، وجيت أنت سألتني عملتها إزاي، هاقول لك إيه، لو هي مجالي، لو هي في حتتي وفي شغلي اللي أنا باعمله، هاقول لك كذا، كذا، إن أنا أكون لازم دارس ومذاكر وشاطر عشان أعرف أشرح لك، دي حاجة لازم تكون موجودة. إنما لو مش حتتي، أنا ما باعرفش أشتغل manipulation، فأنا هاعملها وخلاص، أنا هاجرّبها لمجرد إن أنا عايز أعملها. لو حد جه يسألني هاقول له أنا عملتها manipulation من harmonize وشكرًا. تالت حاجة إنه بيدّيك اقتراحات، يعني إيه اقتراحات؟ هو بيدّيك أفكار. بدل ما أنت بتفكّر مع صاحبك أو بتفكّر مع نَفْسك أو بتفكّر في Pinterest، Pinterest already فيه ملايين الديزاينات، سواء في مجالك كورة، غير الكورة، مدرسين، برّه المدرسين، في كذا حاجة، فأنت متشتِّت، أنت مش عارف تركز على الحاجة فين. فهو بيدّيك اقتراحات، بيدّيك variation، بيدّيك نُسَخ. الأفكار دي كُلّها اللي بتطلع في الصور، أنا ممكن يكون في دماغي فكرة معيّنة عايز أعملها، لكن بعد أمّا أجرّب الصور اللي بيعملها الAI أو النتايج اللي طلعت، دماغي راحت لحتّة تانية. فأنا بقى عندي فكرة تانية طلعت في نَفْس مجالي، في نَفْس حتّتي، في نَفْس المكان اللي إحنا بنتكلّم فيه أو نَفْس الموضوع. فهو بيدّيك اقتراحات، بيوسّع لك خيالك، هو بيوسّعه، بس الأساس إن أنت عندك خيال، الأساس إن أنت عندك فكرة عايز تنفّذها. أتمنى ما يكونش الموضوع قراية وخلاص، أو إن أنا باقرا لك البتاع اللي قدامك تكون فعلًا فاهمني، أو إنه موضّح لك الموضوع إنه بسيط فعلًا. طالما slide لونها أحمر شكرًا، عشان برضه تكون عارف إن الAI من ساعدته ما هي عامل إزاي، عشان أنا أقعد أعمل presentation زي دي، شوف بقى هتاخد وقت قد إيه. بكل بساطة ده Genius Spark أساسًا. Genius Spark معروف لأي حد، في AI slides بيدّيك 100 credit، قادر تخش تكتب prompt من ChatGPT، بتدّي له المعلومات، بس برضه اللفة. الموضوع اللي أنا باكلمك عليه مش مجرد صور تعملها على free pick ولا مجرد design بتعمله وخلاص شكرًا، قد ما الموضوع بقى أسلوب حياة لأي حاجة. الأساس من عندي أنا، أنا عايز أعمل session وعايز أتكلم عن 1، 2، 3، 4، وفي دماغي مواضيع إن 1، 2، 3، 4 والحلول والمشاكل ويعمل كذا ويسوي كذا. أخش ChatGPT، مساء الخير أنا عايز أعمل 1، 2، 3، 4، تدّيني prompt يعمل لي الpresentation دي باللغة العربية العامية، شكرًا. تديك prompt تخش على AI slides يعمل لك الslide. بس التركّية إنه مش هينفع يحمّلها، يعني إن هو لازم تكون مشتريها يعني. فأنا باعملها view إن أنا أشوفها بس وأشرح عليها عادي، أنا مش محتاج حاجة تانية. طيب، أكبر غلطة مش شرط عند الجونيورز بس، حتى عندنا إحنا كلّنا، إنك تكون مُعتمد 100% على الAI، الAI موجود إذًا أنا موجود، ودي حاجة مش صح. زي ما قُلت لك لو هو في يوم اختفى أو يوم ما بقاش موجود، معلّق، الcredit خلصت مثلًا. أنا الفترة الأخيرة بارسم الrim light اللي على صور الthumbnails أو حتى صوري بالGemini، أو اللي هو الNano Banana Pro اللي موجود جوّه الفوتوشوب. باسلكت كده حتّة من الوش، أنا عايز مثلًا أرسم الحتّة دي كده، واكتب create a professional مش عارف gold rim light from this side، يعني أيًا كان الprompt بسيط جدًا، بيدّيني كذا نسخة أقدر أستخدمه. بس الmodel ده أو الحاجة دي جوّه الفوتوشوب هي ليها credit، تلاقيك مثلًا في الشهر تقريبًا 4000، لو ال4000 دول خلصوا مثلًا وأنا عندي task مهمة ومش ليّا، الtask دي مش ليّا أنا كشخص، هاعملها إزاي؟ شكرًا. فأنت لازم تكون عارف إن أنت كل اللي بتعمله ده أنت مبني على الهوا، أنت مش موجود. لو في يوم من الأيام باقة النت خلصت، أنت مش عارف، أنت مثلًا من التليفون مش من الكمبيوتر، أيًا كان المشكلة اللي بالنسبة لنا ممكن تكون بسيطة، هي بالنسبة لك هتكون كارثة. أنت شغلك اللي الناس متعودة عليه كله ما فيش ring light، ما فيش ring light ليه؟ هتقول لهم عشان ما يعمليش credit؟ فاهم؟ فدي حاجة مش صح. تاني حاجة إنك تنسخ أفكار من غير ما تفهم، وده بيدخّلك في حتتين، بيدخّلك في مشكلتين. أول مشكلة إنك مجرد بتكون أداة ناسخة، أنا مجرد copy paste ما ليش وجود عامةً، ومش عارف أفهم. أنا المفروض لمّا آجي قبل ما حتى لو هانسخ حاجة أو مثلًا شُفت reference على Pinterest أو أيًا كان، المفروض أفهمه ده ماشي إزاي، هو ليه هنا حَط الtext، هو ليه هنا الصورة معمولة close، هو إيه اللي موجود جوّه، كل التفاصيل دي المفروض تحلِّل، تاخدها حتّة، حتّة، تتفرّج عليه تملّي عينك، تمام. وتاني حاجة إنه بيدخّلك في مشاكل شخصية مع المصممين ذات نَفْسهم. المجال بتاعنا كُلّه أو أي مجال هو مجرد، ما هو أنت مجرد إلا سُمعة. لو سُمعتك كويسة، أنت بتتكلم مع الناس كويس ومش عارف إيه وشغلك جميل وتتقي ربنا الحاجات دي كلّها، الناس هتحبك وربنا هيكرمك وتبقى الدنيا زي الفل. لكن أنا ماشي أقلد من فلان ومن فلان وآخد من عادل حاجة وآخد من رأفت حاجة وآخد مش عارف من مازن حاجة، طب إيه؟ أنت بقى فين؟ ما هو أنا فين؟ أنا ما ليش وجود. فأنا المفروض أنا بابني حاجة الAI بيزوّدني، بيطوّرني، بيحطّني كده سلمتين 3 عشان أطلع فوق. لكن لو أنا already تحت، ما هو مش هيعلّيني، ده هينزّلني أكتر. فدي حاجة لازم تكون فاهمها. تالت حاجة واللي already بتحصل معايا ذات نفسي، إن أنا ساعات بانسى الأساسيات. أنا من كتر ما أنا متعوّد على حاجة معيّنة، بانسى أنا اتعملت إزاي، أنا مش عارف دي أصلًا باعملها إزاي، سواء بقى الpen tool، سواء بقى سواء أيًا كانت الحاجة، محتاج كل وقت كده للتاني، يوم أجازتك، يوم مش عارف إيه، حتى لو يوم وسط الشغل،
إحنا أيامنا العادية مثلًا في مثلًا يوم الدنيا مريحة عشان ما فيش تاسكات كتير، فأنت قادر إيه، تمشّي إيدك عشان تعرف الدنيا ماشية إزاي، تمرين، تمشّي الدنيا بس. لو افترضنا إن الAI ما بقاش موجود، خلاص اعتبر بُكرة كده ما فيش Stream ولا Nano Banana ولا الحاجات دي كلّها، ولا حتى فيديوهات، إن الموضوع مش صور بس، الموضوع صور وفيديوهات وبرمجة وحاجات كتيرة جدًا. إيه اللي هيتبقى؟ اللي هيتبقى أنت. أنت بقى على حسب أنت اللي عملته إيه في الفترة اللي فاتت دي كلّها، كأن كل اللي الفترة اللي فاتت دي كانت فترة امتحان، وجه فترة لأ خلاص إحنا دلوقتي الامتحان خلص هنشوف بقى نتيجتك أنت عملت إيه، أساسياتك، عارف تفهم الcontrast والعمق والتسلسل الهرمي والخطوط كل الأساسيات الموجودة في الdesign والّا لأ. تاني حاجة اللي هيكون موجود ذوقك أنت، إنك تعرف تميّز أو تعرف تلقط الصح من الغلط. لسه امبارح كنت باحكي مع صاحبي إن أنا بقيت وصلت لمرحلة إن أنا من كتر ما باتفرّج، من كتر ما خلاص عقلي بقى كلّه جرافيك وبوسترات وديزاينات وهنا بتصلّح ده وبتعمل ده واستوديو التريكات والكلام ده كلّه، باحس إن خلاص بقى دماغك عاملة زي الAI اللي بيبقى بيتفرّج على الdesign بيحلّله كده، بيطلع حاجات الصح والغلط مش عارف إيه، تحس بقى في عملية process شغّالة هنا. فده كلّه ما بيجيش من يوم وليلة، ومش باقول لك ده عشان أنا شاطر، عشان خاطري ركّز في الحتّة دي، مش باقول لك إن أنا باعمل ده إن أنا فعلًا أجمد واحد في الدنيا، بس باقول لك إن إحنا المفروض نبقى كلّنا كده، المفروض تبقى دماغك هي كل حاجة، هنا موجودة فأنت كده تمام، إن لازم يكون عندك إنك بتفكّر. لو رجعنا الأول للموضوع خالص لمّا قُلت لك إن المدير أو الشخص مثلًا اللي مش متعلّم AI أوي أو يعني اللي هو على قدّه شوية مش متعلّم أساسيات، لو جه قدّامه مثلًا مشكلة في الdesign مثلًا هم 6 صوابع مثلًا، في 6 صوابع، هيشيل أنهي صباع من ال6؟ ممكن يشيل صباع أصلًا مهم، في صباع بيكون زيادة، لازم يكون عنده فِهم، تفكير صح، تفكير منطقي عشان يحل المشكلة دي. أنا مثلًا عندي حتّة مش مضبوطة، محتاج أوسّع دي، محتاج أشيل حاجة، الديفوهات البسيطة دي مش أي حد بيعرف يحلّها، ودي اللي بتميّز ما بين designer والتاني، ما بين شخص عادي وبين شخص جامد جدًا. وده اللي باتكلّم معاكم فيه، إن في كل مرّة تيجي تنزّل design سواء thumbnail أو أيًا كان، كان عندك مشكلة اشرحها، تعالَ اشرح لي أكنّي أنا كشخص هاسمعك، قُل لي أنا كان عندي صورة 1، 2، 3، 4 إن الناس أكتر حاجة سواء كclients أو إحنا كdesigners بنحب نشوف الحاجة before and after كانت عاملة إزاي وبقت عاملة إزاي، الصورة قبل والصورة بعد، فاهم؟ فإنّك تورّيني الthumbnail مثلًا مجرّد ما إن كانت صورة، مرورًا بقى إنها بقى يا إمّا هتعمل timeline اللي هو الGIF اللي بيتعمل اللي هو إيه، في GIF بيتعمل كده زي سهم كده بيعدّي أو زي خط كده بيعدّي قبل وبعد، يا إمّا اللي هو بيتحرّك إيه، خطوة بخطوة، اللي هو عملنا كده، بعد كده عملنا retouch، بعد كده مش عارف حطينا text، بعد كده عملنا إيه، وهكذا. هو ده مثلًا للأسف استبدال المصورين، فقُل لي لو ده شكل التطوّر دلوقتي الAI هيبقى عامل إزاي بعد سنة أو 2؟ هل شايف بعد سنة أو 2 الدنيا مش هتتأثّر والأستاذ ده خصوصًا الgraphics والمصاريف هتقل؟ صدّقني يا زياد هي ما قُلتلكش صدّقني مش حاجة تخوّف، هي حاجة تقلق، بس إحنا بإيدينا دلوقتي. أنا لو قعدت أفكّر في اللي جاي كُلّه مش هاعمل حاجة، أنا اللي عليّا إن أنا أعيش دلوقتي. دلوقتي سواء ربنا كارم بشغل أو لأ، سواء ربنا كارم بمصدر دخل أو أيًا كان أو أنا باشتغل إيه، أنا اللي في إيديّا إيدي. لو خلاص دلوقتي باين مثلًا سيبك من الAI، إحنا شايفين مثلًا برّه دلوقتي الدنيا حصل إيه في العالم عامةً والحروب والحاجات دي كُلّها، فالدنيا برضه مش أهدى حاجة، فده يخوّفك إن الفترة الجاية الأسعار هتغلى. أنا أقعد أفكّر وأقلق وخلاص، هاحاول اسمه ده، أعمل استرشاد أو إن أنا أستهلك بشكل كويس، ما أصرفش في حاجات كتيرة، فاهم؟ اللي هو لازم في حاجات تفكّر فيها لما بعد، مش كل حاجة تفكّر في اللي بعده وخلاص، يعني مش عارف أنا أصلًا قصدي مفهوم والّا لأ، قد ما أنا باحاول أقول لك إن أنا ليّا باللي في إيدي، اللي أنا دلوقتي فيه، إن أنا دلوقتي شغّال آخر الشهر هاقبض خلاص شكرًا، فأنا معروف إن أنا آخر الشهر بدل ما أنا هاخد مثلًا مبلغ معيّن أروح أضيّعه في حاجات ما لهاش لازمة أو أخرج بيه لأ، أنا هاحاول أحوّش، ما حدش عالم بُكرة في إيه. عشان بكرة ممكن حد ياخد مكاني، ممكن أترفد، ممكن ما يحصلش حاجة، ممكن أنا أتعب ذات نفسي. الAI دلوقتي ما بقاش موجه لناس صغيرة يا فادي، موجه فبدل ما الشركة تعتمد على 4، 5 يبقوا معتمدين على 1، 2 فالسوق هيقل فلازم دلوقتي أكيد ما عنديش مشكلة صدّقني، صدّقني يا زياد أنا مش ضدك ومش باقول لك إن أنت مش بتقول حاجة صح، بس أنا باتكلم معاك في اللي إحنا فيه دلوقتي، في اليومين النهارده أو امبارح أو بكرة، الحاجات دي، اللي إحنا قاعدين نعمله إن أنا أفضل أتعب، اللي أنا اتربيت عليه وكلنا عارفينه واللي ربنا مفهّمه لنا كلنا، هتتعب هتلاقي، فين مش بتاعتنا. مش يمكن مثلًا تكون أنت من 1، 2 اللي هيعتمد عليهم دول، اللي هو مثلًا في 5 ممكن يمشّوا ال5 وتتبقى أنت من 1، 2 بس، فأنا مش باقول لك إن أنت غلطان، أنا باقول لك إن الموضوع مش صح، بس أنا باتكلّم معاك إن إحنا بإيدينا اللي إحنا فيه دلوقتي عامةً. أنا باحس إن اللي بيستغنوا عن الgraphic designer بيتعب في حل المشاكل بتاعة الAI بجد ونصهم بينزلوا بwatermark ومش تبع الdesign. في عبثيات يعني لو قعدنا نتكلّم فيها من هنا لبكرة مش هنخلص، إنك تلاقي بقى حاجات شركات بعد ما كانت كويسة بقت حاجات يعني لا، لأ، لا، لأ.
عشان كده أنا بابقى شايف إن الأحسن تكون أنت معاك الاتنين، أنت شاطر وبتعرف تستخدمه صح، ما فيش بقى حد إيه، يعني كده أنت زي الفل. في حاجات لازم نكون فاهمينها، لازم نكون عارفينها، إن فكرتك هي أهم حاجة من التنفيذ. لمّا يكون عندي فكرة صح وبمنتهى البساطة، يعني إيه فكرة عامةً، التحدي اللي كان بيني وبين نفسي لمّا كنت عايز أعمل آمم الproject اللي نزّلته أخير بتاع 8 سنين، أنا كنت الذكرى التامنة يعني إن أنا أبدأ أشتغل graphic. ما كنتش عايز أعمل design وخلاص، قد ما عايز أعمل design يبقى حلو، يوصل للعين، أو يعني يدّيك إحساس كده إن إيه، في تعب، في إنجاز، في حاجة اتعملت. فقعدت أدوّر كتير، أكتر حاجة كنت بادوّر عليها عشان أنا باحب الكورة أكتر أكيد، كنت بادوّر على البطولات الكبيرة اللي كسبها ميسي أو رونالدو، سواء بقى كأس عالم، سواء بقى اليورو، الحاجات دي كلّها، احتفالهم إزاي، مش عارف إيه. في الآخر مع تدوير كتير لقيت في الحركة اللي بيعملوها بتوع الأولمبياد حتى لمّا بيكسبوا الميدالية الدهب، إنّهم بيعضّوا عليها وكده. قُلت بس هاجرّب الconcept ده، أجرّب صورة ومش عارف التانية بتاع، طلعت صورة كويسة. في صورة تانية لقيتها لميسي إنه كان قاعد كده حاطط كام كاس في إيده ونايم برضه وراه في حاجات تانية وبتاع، حلوة، وهكذا. فده مش تقليد، أنا كده مش باقلد عشان بس تكون عارف، يعني الصورة دي أنا ما خدتهاش والوش حطيت غيّرت الوش، لأ أنا خدت الفكرة، إن أنا حطيت الجوايز بتاعتي بشخصيتي أنا، بإن أنا ماسك مش عارف إيه، هي الفكرة عامةً أي حد يعرف يعملها. زي مثلًا لعيبة الكورة لمّا بيكسبوا بطولة وبييجوا بالليل بيبقوا نايمين وهي حاطينها جنبهم على السرير وكده، دي برضه صورة كلنا بنعملها. ففكرتك هي أهم حاجة، طالما عملت فكرة صح، طول ما هنا في أفكار إنه قادر ينتج وقادر يشتغل. طب ما ده يشتغل إزاي؟ قادر يشتغل لمّا يتفرّج، لمّا يفهم، لمّا ياخد كل design ما يقلدوش وخلاص، مش تقليد أعمى، إن أنا آخد دي أعملها، أنا عايز أفهم دي اتعملت ليه؟ هو هنا كريم ده عمل الdesign ده ليه؟ ليه هنا الtypography اللي هو كريم بيعملها دي كان الخط مثلًا sharp شوية، كان الخط لأ كرتوني عادي وكبير وفيه حروف مش عادية، وليه هنا خط ثلث والحاجات اللي أنا ما بافهمهاش دي. فلازم تكون عارف الحاجات دي كلها، لازم تكون عارف إن الأدوات وتقنيات بتتطور، الModels الجديدة بتنزل، في model اسمه Seedance تقريبًا أو حاجة كده نزل في الفيديوز مكسّر الدنيا. أنا جرّبت مرّة أعمل فيديو بالAI ويا ريتني ما جرّبت. إحنا في الجرافيك مش مرحومين، إحنا ده إحنا مش عايشين حرفيًا. أنت في الجرافيك آخرك صورة تعملها prompt خلاص شكرًا. في الفيديو أنت مسؤول عن frame by frame، فيعني الله يكون في عونهم. لازم تكون عارف إن لو كل حاجة اتغيّرت، أفكارك هي اللي بتفضل، هنا اللي بيفضل موجود، وإن كل حاجة أساسها أنت، مخّك هو الأساس بتاعها، إن فكرك هو الأصلي مش حاجة تانية. طيب، إنك تعرف تميّز الصح والغلط، هي دي أكتر حاجة بتميّزك عن الAI عامةً، زي ما قُلنا إن الAI بيعمل حاجات مش حلوة أو بيطلّع صور مش مضبوطة سواء في الtext والكلام ده كلّه. فأوقات كتيرة جدًا ما ينفعش هتندرج ورا الAI وخلاص، اللي هو أنا قبل كده كنت باجرّب إن أنا باخد ديزاينات معيّنة أعمل لها screenshot وابعتها له، إيه رأيك في الdesign ده؟ جميل 10 على 10 ما فيهوش غلطة، مع إن الdesign مش عاجبني. في الأول وفي الآخر الموضوع رأي، في الأول وفي الآخر موضوع الAI ذات نفسه رأي، هو بيدّيك رأي جديد، عنده تعديلات، إيه الحلو وإيه الوحش، وإيه اللي ممكن تحسّنه وإيه اللي ممكن تسيبه، واللي مش عارف إيه، واللي بيدّيك اختلافات ومتغيّرات تانية. أنت بقى صاحب القرار ده، هل فعلًا شايف إن اللي بيحصل ده صح؟ مثلًا لو أقول لك بمنتهى البساطة، فعلًا في مرّات بيكون كريم صاحبي ليه رأي أنا مش مقتنع بيه، وما باعملوش في الآخر. ما هو المهم إن أنت تكون أنت مقتنع، ليه؟ الشغل اللي أنا باعمله للclient أو الشغل اللي بانزّله عندي هو باسمي، هو بيّا أنا. فأنا لو أنا ما عملتش حاجة مش مقتنع بيها أو حاجة مش صح، أنا ممكن حد ييجي يسألني يقول لي: "أنت الديزاين ده حلو، أنت عملته إزاي أو إيه اللي حصل أو" يقول لي: "احكِ لي عادي، أنت ليه اخترت اللون ده؟" لو أنا مش عارف أرُد، خلاص أجيب كريم يرُد يعني، ما أنا لازم أكون أنا اللي فاهم من حاجتي أنا. لازم برضه تكون عينك فاهمة وعارفة إحنا بنكشف الAI إزاي، إن إحنا قُلنا بيكون الخط بتاعه مش متباين والحاجات مش ما فيش مساحة والكلام ده كلّه، لازم برضه تكون فاهم ده. وأنت حتى لو هتعمل ده بنَفْسك، أنت اللي هتعمله بإيدك بعد كده تدّيه هيرقلي ده بسرعة، تسلسل هرمي يكون بسيط، حلو، إن أنا عارف أقرا إيه العنوان المهم، العنوان الصغير، العنوان المفروض ما يعني لمّا أزوم أوي لمّا أركّز في التفاصيل ألاقيها، في حاجات أنا عايز أول ما أبُص أفهمها، أنا قريت الكلمة دي، في حاجات بقى لمّا أركّز أشوفها، زي مثلًا الpresentation اللي قدّامك دي، أنت شايف إن عينك تصميمك سلاح ومش عارف إيه والكلام ده كلّه. لكن لو ركّزت أكتر هتلاقي عين التصميم، هتلاقي هنا في عين عشان بنتكلم على العين، هنا في مقولة تحت وهكذا. typography typography والخط هو من أهم الحاجات اللي يا إمّا هتطلّع الdesign بتاعك في السما، يا إمّا تلاقيك إيه، يا إمّا هتلاقيك تحت الأرض، ما فيش منّك تاني بقى. إنّك تختار خط مناسب، خ اخ اخ شخص اختيار خط يعبّر عن الشخصية عامةً، مثلًا بتعمل حاجة للحضانة، حاجة لأطفال صغيّرة لازم يكون خط كده كرتون
في كده حاجات مش طبيعية ومكعبر كده شوية عشان يبان شكله حلو. لو حاجة شيك أو حاجة رسمية ليها خطوط معينة. لو حاجة دينية مثلا بيكون ليها خطوط الثلث والركعة والكلام ده كله. تاني حاجة حجمه، وزنه، المسافات، التوازن الأهم ثم المهم ثم المهم، وهكذا. إن أنا أكون عارف أقرأ. عندنا في الخدمة عندنا في الكنيسة عامةً لمّا كنا مطلوب مننا أعمل design لحاجة مثلًا، أنت هنا مش بتدوّر على design حلو. ليه؟ حاجة زي دي هتتعرض في شاشات، هتتعرض قدام الناس في شاشة، فأنا عايز أقرا صح، أنا عايز أكون شايف، فأنا عايز أكون عيني مرتاحة وأنا باصص. فأنا مش بادوّر إن أنا أعمل design حلو يكون فيه elements كتيرة وفي حاجات في الbackground وهنا مش عارف أعمل إيه وblur. لأ، عايز أشوف حاجة شخص كبير هيعرف يقراها، عيل صغير يعرف عايز تكون حاجة مرئية للعين والخط باين وواضح عشان كل الناس تبقى شايفها مضبوطة وكل الناس عارفة تندمج وتقرا صح. لازم تكون عارف إن التصميم بيحل مشاكل، التصميم ليه هدف واضح. أنا لازم أكون عارف إيه الهدف. عايز تعمل design معين، إيه الهدف بتاعه؟ عايز تخلّي الهدف ده ناس تنبهر بيه وخلاص والّا الناس تشتري والّا يكون في غموض عامةً والّا لأ؟ لازم يكون في هدف. كل جمهور ليه حاجة معينة. أنا الفترة الأخيرة لاحظت إن في ناس من برّه مصر، سواء من نيجيريا، من بنجلاديش، مش عارف بلاد كده غريبة بتعمل لي follow مثلًا أو تبعتوا لي friend request والكلام ده كله. فبقيت حتى في البوستات بتاعتي لمّا باجي أنزّل post عامةً باكتب العربي بالإنجليزي، بحيث أبقى إيه، راضي الجمهورين، ده هيفهم وده هيفهم. أنا مش هاكلم جمهور واحد، أنت برضه مش هيكون فكرك كله يكون مصري بس، أنا عايز إيه المشكلة لمّا أجيب ناس من برّه مصر؟ لازم تكون عارف دايمًا إن الخبرة أهم مِلْيون مرّة في كل حاجة من السرعة. أنا ما ليش أعمل حاجة بسرعة، السرعة عمرها ما كانت حاجة حلوة، السرعة عمرها ما كانت حاجة حلوة في أي حاجة في حياتك. وباحس فعلًا إن دايمًا في سلسلة أنا بإذن ربنا الفترة الجاية هاحاول أعملها، زي ما قبل كده نزّلنا فيديو عن اليوتيوب عن العقلية ومش العقلية والكلام ده كله. دي حاجة مهمة جدًا، أنا ما كنتش واخد بالي منها ولمّا بدأت أخدت بالي منها، إزاي بتتعامل والكلام ده كله، لأ، مهمة أوي. العقلية بتاعتك في حاجات كتيرة جدًا أو لمّا يكون عندك خبرة عامةً في التعامل مع الclient، لمّا ييجي يعدِّل عليك، لمّا مثلًا ييجي يرفض design مثلًا أو ييجي يقول لك حاجة معينة، التعامل ده أو الsoft skills دي مهمة جدًا، جدًا. مع احترامي يعني أنا ممكن أضرب المثال ده بعادل، مش مع احترامي مش هاقل منه يعني، ده عادل ده صاحبي. آمم، بس مثلًا عادل شخص ما لوش في الgraphic، ما يعرفوش. لو جيت قعدت معاه ساعة زمن واحدة، قادر أعرّفه الphotoshop كله. أعرّفه الشغل بيشتغل إزاي، دي الpen tool ودي الtext tool تعمل كذا ومش عارف إيه، عايز تعمل إيه والcamera filter والإعدادات والguideline هاعرّفه كل ده في ساعة واحدة. عادل ما لوش أصلًا بعلاقة بالشغل بس هيعرفها. هل عادل يقدر يقول على نفسه graphic designer؟ لأ، هو ما عندوش behance، ما عندوش خبرة عامةً، مش هيعرف يتعامل مع client، مش هيعرف التفاصيل أوي اللي جوّه ليه بقى إحنا بنختار الألوان، مش عارف يختار. أنا كtechnical كبرنامج كtools هاعرّفها له وهو هيفهمها، أيًا كان هو فاهمها، بس في الحاجات اللي برّه هو مش هيعرفها. فدي حاجة لازم تكون عارفها إن خبرتك مهمة جدًا. إنك تمرّن عينك، التمرين ده أهم حاجة، إنك تفضل أنا مش عارف دُخت ليه وعملت كده. إنك تمرّن عينك دايمًا وتفضل دايمًا بتتفرّج في حاجات ليها علاقة بالمجال بتاعك، في حاجات قادرة تنمّيك وتطوّر منّك، سواء بقى حاجات mentality عقلية إنك تخلّيك متطوّر أكتر، أو في graphic أو تتفرّج على حاجات أجانب، إزاي تعمل. في حاجة حابب برضه أورّيها لكم، عملتها في آخر فترة في الsessions دي. الeffect ده كان عاجبني جدًا وما كنتش عارف بيتعمل إزاي. الeffect ده مجرّد صورة عادية، ده بس ده عبارة عن صورتين، الصورة الأساسية اللي هو الdesign العادي تحت باللايرات بكل حاجة، باعمل منه copy فوق، باطلّعها فوق خالص نفس الlayer تاني، باعملها smart object عشان أعمل لها blur وتقريبًا باعمل لها radial blur تقريبًا، أنا غالبًا اسمه radial. اختار براك مثلًا 50 أو 80 أيًا كان بيعمل لك شكل معين، اعمل بقى mask وامسح الباقي اللي أنت مش عايزه، أنا مش عايز يكون على الوش والكلام ده كله وسيب الباقي، شكرًا. هو اللي مدّي روح أساسًا للdesign، الdesign لو أنا شِلت لك البتاعة دي وسِبتها لك عادية مش هتحس إن هو design يلفت النظر، اللي هو إيه ده! حاجة زي دي موجودة من زمان جدًا، بس ما كنتش أعرف. فمع الوقت وأنا باقلِّب على الreels على الإنستجرام الكلام ده كله، لقيت حاجة زي دي جرّبتها عجبتني، بقت خلاص already بقت بالنسبة لي خلاص هي هوية ثابتة إن أنا أعرف أعمل الحاجات دي، في كل مرّة هاعملها كده. تاني حاجة أو آخر حاجة في الحتّة دي في خبرتك عامةً، خلّيك عارف إن دايمًا الجودة بتكسب في أي حاجة. لو أنت عامل design جودته حلوة وretouch حلو وإضاءات جميلة وكل حاجة، بُص هيلقط العين كده من مش باقول لك من بعيد، من على بُعد أميال، هتلاقيه مضبوط والدنيا زي الفل. فركّز دايمًا مش إنك تلاحق الtrend وخلاص أنا عايز أعمل design أصل النهارده مش عارف عملوا إيه وبتاع، أنا عايز أعمل بالراحة، ما وراناش حاجة، بالراحة في إيه؟ إنك تعمل حاجة كويسة أو design حلو كل يومين مثلًا تنزّل design حلو، أحسن ما تنزّل كل يوم design يوجع العين، مع احترامي يعني. ما تخلّيش بروفايلك حاجة فوق وحاجة تحت، سلِّمة هنا وسلِّمة هنا ومش عارف إيه وبتاع، لأ، دي مش هتنفع.
تمام، دي مش هتنفع، واحدة واحدة عشان إيه تكون مضبوط. طيب هنا مجرد combination اسمها إيه ما علينا، أنا باقول بالإنجليزي ليه، مقارنة يا عم، دي مقارنة ما بين مصمم عادي ومصمم بيستخدم الAI. المصمم العادي بيفكر وبيبرر، بيقول ده طلعت ليه، أنا قادر أعمل ده. إنما التاني خلاص أنا generate دي حلوة، دي عجبتني خلاص، دي عجبتك أصل شكلها حلو، ما فيش سبب معين. فالمصمم الحقيقي بيقول لك دايمًا بيفكر في السبب وراء كل تصميم، أنا عايز يكون في هدف، في حاجة معينة، مش مجرد generate الصورة وخلاص شكرًا. تمام. تاني حاجة أنا باحل مشكلة، أنا كشخص المفروض أحل لك مشكلتك، لو أنت كclient بتتعامل معايا المفروض أحل لك مشكلتك عشان تبقى الدنيا مضبوطة، مش اللي هو مجرد بقى باطارد الtrend. أصل في ناس بتعمل مش عارف تعمل style كرتون زي إيه، أصل مش عارف. باحس دايمًا يعني لمّا اتكلمت عن personal brand إن المفروض إن إحنا لمّا نيجي نعمل صورة للprofile بتاعنا، مش هاقول لك اللون ممكن يتكرر مع كله، الأزرق مثلًا والّا الأخضر والّا الأحمر، ناس كتيرة ممكن تستخدمه، بس فكرة الصورة ذات نفسها إن يكون الtypeface بتاعها إن مش واخد بالك إزاي، صورتها ذات نفسها الفرق بين دي ودي مجرد الوش مش حاجة صح. يا باشا هنا شخص واقف باصص للكاميرا ووراه مش عارف خلفية من gradient من أسود للون تاني وفي rim light على وشه، فأنت تروح مغيّر اللون تاني، طب ما استفدتش حاجة. اتفرّج أكتر، شوف حاجات كتير عشان تعرف تبني حاجة. ممكن تصنع أنت حاجة بنفسك إنك تجرّب حاجة من التانية من التالتة، هنا لابس نضارة، هنا مش عارف باصص بزاوية إيه، هنا ألوانها معيّنة، هنا مش عارف الكادر اللي وراه عامل إزاي، وهكذا. فاهم؟ تالت حاجة، أنا كشخص مطلوب منّي إن أنا أبني system، تخش عندي في الprofile تلاقي في system معمول، في طرق الرد عليك، في طرق التعامل عامةً، في توقيت الحاجات، في الحاجات اللي بتنزل لو جيت تاخد بالك في sessions التريكات دي هتلاقي هي ماشية بtheme معيّن، ليها شكل معيّن، الdesign بتاع شكرًا لمّا بانزّله بعد الsession، الdesign بتاع ما تنساش ميعاد النهارده، الdesign بتاع إعلان الورشة، الجدول، كل حاجة ليها system ماشية تتحط تحسّها campaign كده ماشية مع بعضيها. ده بيتعمل إزاي؟ ده تمرينك لنفسك بيعوّدك بعد كده إنك تكون متطوّر وشاطر وقادر تعمل شغل كويس جدًا حتى للشركات العادية، لإن ده على فكرة بيبان. بأمانة الكلام ده اتقال لي كذا مرّة إن الكلام ده بيبان لمّا حد بيخش يتفرّج بيعرف إن أنت شغلك هو ده متعوب عليه، فعلًا في فكرة عامةً، قادر تعمل ده. ما تستناش توصل لشركة عشان أشتغل مع ناس كويسة وشركة كويسة وباخد خبرة كده أعمل لهم شغل حلو، طب ما تعمل شغل حلو ده لنفسك، معاك صور لنفسك، مواقع في Genius Spark وفي LM Arena وفي الحاجات دي كلّها. اللي عايز يعمل هيعمل، ده بأمانة، مش هاقعد باقول لك بقى كلام اصحى واتعب واصحى 6:00 وخُد دُش ساقع سيبك من الكلام ده، بس يعني اللي عايز يعمل حاجة هيتعب عشان يعملها. تفهم برضه أكتر أنا باقول لك الرسالة الأخيرة غالبًا إحنا شكلنا خلّصنا، إن الAI بيكبّر مهاراتك مش بيخلقها، ممكن الخلق دي سيبك منها بلاش فكرة الخلق عامةً عشان يعني دي حاجة بتاعة ربنا أكيد، بس هو مش هيعمل لك حاجة من العدم، مش هيجيب حد زيرو يخلّيه تنين، مش هتنفع. فهو بيكبّر مهاراتك، بيساعدك تشتغل أسرع. بيدّيك كذا نسخ معيّنة، يعني بيدّيك حاجات مختلفة، بس الأساس كلّه جاي منّك أنت برضه، إن أنت برضه قادر تتعلّم، لازم تكون متعلّم ومتمرّن على المهارات الأساسية عشان تعرف تتعامل معاه، تعرف تدّي له prompt. طيب لو قُلنا الAI اختفى أو مش موجود، 3 حاجات تعملهم سواء دلوقتي أو بعدين أو حتى تعملهم من امبارح. أول حاجة لازم تراجع أساسياتك على طول، تمشّي إيدك، تتفرّج، إنّك تطوّر مهاراتك دي حاجة أحلى، تقرا كُتب، تتفرّج على حاجات جديدة، تفهم إيه الconcept وإيه الart direction وكل حاجة والحاجات دي بتمشي إزاي والتريكات الحلوة دي كلّها. إنك تفضل تشتغل بعقلك، ما تخشش تقول لChatGPT أنا عايز أعمل design كذا، كذا وجرّب لي أنت، لأ، قُل له أنا في دماغي فكرة بعد ما تتفرّج أو بعد ما تحس أيًا كان، أنا جه في دماغي أنا عايز أعمل كذا. أيام ما كنت مثلًا باشتغل أنا من أول ما جيت عملت design ده كان مطلوب منّي هنعمل زي design full time لماتش الأهلي والزمالك. أعمل full time أجيب صورة لعيبة وأحط حاجات، لأ، قُلت أنا عايز أعمل زي فكرة استاد، في نسر كده بيهجم على الفارس مش عارف ماسك إيه والفارس إحساسه إيه، أنا الهدف الفكرة اللي عايز أوصّلها من الdesign ده إن أنت هيبقى مكانك هنا. أنا باهاجم عليك فأنت خايف والقوس بتاعك متكسّر ومش عارف إيه وواقع على الأرض وواقع قدّامي، مش باقِل منهم عامةً يعني مش حاجة مش حاجة تضايق قد ما هي حاجة فعلًا design حلو، أنا ما قُلتش حاجة غلط، أنا باعمل ده بdesign عامةً برسالة عبيطة، يعني بسيطة خالص، وكاتب حتى تحت you will always be here forever أنت هتفضل هنا طول عمرك، نسر بيهجم عليك وأنت واقع الكلام ده كلّه، هل الإله هيدّيني فكرة زي دي؟ لأ، بس أنا بقى دلوقتي معايا كارت سحري قادر أستخدمه إن أنا لمّا تيجي فكرة في دماغي بس كده أنا عايز أعمل كده، فاللي هنا باقدر أطلّعه هنا، زي ما عملنا في البتاعة دي، أنا عندي فكرة، أنا في دماغي فكرة أنا عايز أعملها، هو مش هيفرضها عليَّ، ما تخلّيش حاجة تفرض حاجة عليك، سواء data اللي معاك في الdesign سواء الصور أيًا كان، أنت صاحب القرار،
في الآخر هينزل الديزاين ده فيه اللوجو بتاعي محطوط أهو، اللوجو أهو ده باسمك، طول ما فيها اسمك، طول ما فيها سمعتك، لازم تكون مركّز في دي أهم من حاجة تانية. إيه تاني في آخر حاجة كانت موجودة هنا؟ وبالضبط هنا بيقول لك إن خلّي البورتفوليو بتاعك هو اللي يشهد عليك. يا باشا أنا كل كلامي إن أنا AI specialist وAI video graphic editor وAI motion graphic prompt engineering والكلام في أي حاجة في أي حتة ده، أنا هاشوف بورتفوليو، عايز أتفرّج. هل فعلًا أنت مثلًا حتى لو أنت بتستخدم الAI بتستخدمه صح في كل مرّة؟ هل في كل نتيجة بتطلع بالاقي الشغل مضبوط وجميل ونفس الconcept ماشي في كل الprofile، والّا صورة فيها retouch، صورة فيها جودة، صورة لأ؟ وبعدين؟ فدي أهم حاجة. إلى هنا الpresentation خلصت، أنا خلّصت، بإذن ربنا أول ما نقفل الsession على طول هتلاقوني مبعوت لكم في الchannel بتاعة الtext كل حاجة أنتم محتاجينها، أولهم هتلاقي الprompt مبعوت الprompt عشان تبقوا فاهمينه بس. بس هاجيب لكم screenshot للموضوع عشان برضه إيه أشرح لكم عليها، أفهمكم الدنيا بتمشي إزاي. من الحلاوة برضه مش عارف أنتم تعرفوا حاجة زي دي والّا لأ، بس FreePic دلوقتي عملت ميزة جديدة إن أنت لمّا بتاخد صورة screenshot وتحطها في الprompt في الحتة بتاعة الprompt في FreePic هي بتgenerate الprompt ذات من نفسها. مثلًا نيجي كده، دي الحاجة اللي أنا باستخدمها في فري بيك بيكون قدامي الحاجات دي. هنا اللي باختار الموديل، أنا عايز موديل يكون سدريم 4.5، سدريم 5 ما تجيش جنبه، 4K عادي، دي سيبك منها، دي مش هتكون موجودة عندي عشان الunlimited. ده المقاس الصورة باعمله 2 ل3 و4 صور. هنا باحط الprompt، أنا يكون عندي الprompt الأساسي اللي أنت تحطه أيًا كان إيه هو، تمام. بعد كده عايزك مثلًا تنزل كده بمسطرة أو enter أيًا كان بعدها بشوية، تحط هنا الprompt اللي هادّيه لك تحطه تحتيها وجرّب. prompt هو في حاجة إن هو بيركّز على التفاصيل أكتر، بيقول له حُط تفاصيل مش عارف إيه وواقعية والكلام ده كلّه، وده أنا لاقيه من نتيجة كذا مرّة جيت أعمل صور تطلع بشكل كويس، فلقيت الprompt ده موجود في الآخر، فاهم. هنا أنا باحط الcharacter بتاعتي، لو في character عايز أحطها صورتي والكلام ده كلّه، generate، خلاص شكرًا، الموضوع بقى قدّامك مضبوط، فمع التجربة ممكن يضبط. فأتمنى منكم برضه لمّا تجربوا تقولوا لي الموضوع ده نفع والّا لأ. أنا الصراحة جربته 5، 6 مرّات وكان معايا مضبوط يعني. فإلى هنا إحنا 100 فُل و10.